هلا بالشباب. اليوم عندنا وحش ألماني دخل فورزا هورايزن بقوة BMW M4، وهل تستاهل كل هالضجة؟ وفعلا تقدر تنافس أقوى سيارات في اللعبة؟ وخلينا نكتشف سوا. أول شي نشوف شكل BMW. إضاءة LED، فتحة تهوية للرادياتر كبيرة، والتصميم عدواني، وصراحة فخامتها تختلف عن باقي السيارات الألمانية. هاي علامة M4 كومبيتيشن، يمكن ما مبينة بالتصوير. والشكل الخلفي حلو بأربع اكزوزات حتى يصير صوت طرب، يعني مدققين بتفاصيلها، تدقيق قوي وحلو. وهنا راح ندخل للداخل مع سيارة مدققين بكل شيء، من فتحات التبريد وتحكم الدركسون وأشياء هواي تحكمات، وتحكم الجام على الباب، وحتى الماكينة مبينين دبل فلتر هواء وتوين تيربو، ويعني هواية تفاصيل. وهنا راح ندخل على قطع التزويد ونشوف الماكينة والهاي، يعني نقدر نبدل الماكينة ونخليها ودفع رباعي، فراح نخليها ستوك، وتقدر زود التيربو والشوتة وغيرها من الأشياء. فإحنا راح نخليها ستوك حتى نشوف التسارع والتوب سبيد مالتها. هسه وصلنا لاختبار السرعة والتسارع والتوب سبيد مالتها، وراح نشوف كم ثانية يلا توصل 100 وش قد التوب سبيد مالتها. هي وصلت وياي 320 كيلومتر بالساعة، بس انقطع التصوير وما أدري. التحكم رهيب، والسيارة تلزم بالشارع مثل المغناطيس، حتى بالمنعطفات الحادة. ولو كنت تحب الدريفت والأنفور راح تعطيك تجربة متوازنة بين القوة والتحكم. خليكم ويا الفيديو وشوفوا التحكم مالتها. جربوا تقارنها بأودي RS5 واللكزس LFA، بس الأنفور فازت بالتسارع والتحكم، واللكزس فازت بالصوت. بس بشكل عام الأنفور تجمع بين الأداء والمتعة، ويعني سيارة حلوة بالتسارع وبالتوب سبيد وغيرها من الأشياء. وإذا كنت من محبين BMW أو تفكر تشتريه داخل فورزا، BMW M4 خيار قوي وجاهز لأي تحدي. وشنو السيارة اللي تريدون يختبرها؟ وكتبولي بالتعليقات. وملاحظة، BMW M4 ما موجودة بس بالباك ستيج. ولا تنسون اللايك والاشتراك، وكتبولي بالتعليقات. والفيديو الجاي راح نلعب باتل رويال.